اهلا بيكم دكاترة تالتة اعدادي في فيديو مراجعة نهائية هنحل فيه محافظة الغربية. ياريت قبل ما نبدأ الفيديو تدعمنا بلايك وتجهز معانا ورقة ملاحظاتك تكتب فيها المعلومات اللي اول مرة تسمعها او المعلومات اللي كنت عارفها ونسيتها. نبدأ بأول سؤال معانا، اختر الإجابة الصحيحة. واحد من التفاعلات البطيئة نسبيا، تفاعل ايه؟ صدأ الحديد؟ لا، صدأ الحديد بيحتاج لعدة شهور، يبقى صدأ الحديد ما ينفعش. طب الألعاب النارية؟ لا، الألعاب النارية مش بطيئة، الألعاب النارية من التفاعلات السريعة. تكوين النفط في باطن الأرض برضو ما ينفعش. ليه؟ لأنه بيحتاج إلى ملايين السنين. إنما من التفاعلات البطيئة نسبيا هو تفاعل الزيت مع الصودا الكاوية. 2. أي الأجهزة الآتية تعمل مع الغدد الصماء على تنظيم الأنشطة والوظائف الحيوية لجسم الإنسان؟ طبعا دي هتبقى الجهاز العصبي. رقم 3. في كل دورق من الدوارق التالية تم إضافة 5 جرام من كربونات الكالسيوم إلى 20 سنتيمتر تكعيب من حمض الهيدروكلوريك. في أي منهم يتم التفاعل بشكل أسرع؟ نشوف أول إجابتين، الإجابة ألف والإجابة ب. في الإجابة ألف مسحوق كربونات كالسيوم، وفي ب قطع كربونات كالسيوم، وفي الاتنين محطوط حمض هيدروكلوريك مخفف. طب هل المخفف بيساعد على سرعة التفاعل؟ لا، لازم يبقى مركز عشان يبقى التفاعل سريع. يبقى هنستبعد أول إجابتين، الإجابة ألف والإجابة ب، مش هينفعوا. نشوف جيم ودال. جيم ودال أضاف هنا حمض هيدروكلوريك مركز، تمام. طب جيم موضوع قطع كربونات كالسيوم، دال محطوط مسحوق كربونات كالسيوم، يبقى هنا اللي هنختاره دال. ليه هنختار دال؟ لأن هنا مساحة السطح المعرض للتفاعل زادت، فلما مساحة السطح المعرض للتفاعل تزيد ده بيساعد في سرعة التفاعل. يبقى هنا تحقق عندي حاجتين، مساحة سطح معرض للتفاعل وحمض مركز. سؤال رقم 4، أتمنى نحل قبل ما نشوف الإجابة. بيقول لي الشكل المقابل يمثل تركيب المخ. ما الغدة المسؤولة عن إفراز الهرمون المنشط للغدتين الكظريتين؟ طبعا احنا عارفين ان الغدة المسؤولة عن إفراز الهرمون المنشط للغدتين الكظريتين هي الغدة النخامية، تمام. فين هنا الغدة النخامية في الرسمة؟ هنلاقيها رقم A. رقم A ده دي الغدة النخامية، يبقى الإجابة هتبقى A. السؤال اللي بعده بيقول لي ادرس الشكلين التاليين ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منهما، تمام. في الشكل رقم 1 أعطيني هنا أمشاج مذكرة وهنا أمشاج مؤنثة، وبيقول لي اكتب التركيب الجيني للأفراد 1 و2. أول حاجة 1، هنضرب Y capital R small في Y capital R small، هتطلع معانا Y capital R small R small. سهلة، ده كده رقم 1. رقم 2 هنضرب Y small R capital في Y capital R capital، يبقى هنبتدي ب Y capital Y small R capital R capital، كده دي 1 ودي 2. بعد كده بيقول لي أكمل الصفة التي
تظهر على جميع أفراد الجيل الأول طبقا لقانون مندل، هي الصفة طبعا السائدة، بينما الصفة التي تختفي من جميع أفراد الجيل الأول هي الصفة المتنحية. ندخل على السؤال الثاني يا دكاترة. في السؤال الثاني بيقولي اذكر سبب عدم إضاءة المصباح في كل من الدائرتين 1 و2. أول حاجة في الدائرة رقم 1 هنلاحظ ايه؟ المفتاح غير مغلق، المفتاح غير مغلق، وبالتالي مش هيوصل التيار الكهربي للمصباح. ده بالنسبة لرقم 1. بالنسبة لرقم 2، رقم 2 هنلاحظ ان البطارية متوصلة غلط. ليه متوصلة غلط؟ احنا الأعمدة الكهربائية كنا بنقول لما بتتوصل على التوالي بنجمة، توصل على التوالي بالطريقة دي، موجب سالب موجب سالب. هنا متوصلة معكوسة، يبقى السبب ان المصباح مش هيضيء في الدائرة التانية هو توصيل الأعمدة خطأ. ندخل يا دكاترة على السؤال اللي بعده. بيقول لي الشكل المقابل يوضح العلاقة بين تركيز المتفاعلات والنواتج مع الزمن تبعا للتفاعل NaNO3 بالحرارة NaNO2 زائد O2. بيقول لي أي المنحنيات يعبر عن تركيز المواد الآتية؟ نترات الصوديوم اللي هو NaNO3. طب ده يعتبر ايه؟ متفاعلات. المتفاعلات بيكون تركيزها في بداية التفاعل 100%، وتقل بمرور الزمن حتى تصل إلى 0. هنلاحظ ان المنحنى C هو اللي بيقل بمرور الزمن، حتى يصل إلى تركيز 0. يبقى نترات الصوديوم هتبقى C. 2 غاز الأكسجين ونيتريت الصوديوم. طب الاتنين دول نواتج، والنواتج في نهاية التفاعل بيبقى تركيزهم 100%. احنا عندنا 2 نواتج، المنحنى B والمنحنى A. اعرف منين غاز الأكسجين هيبقى A ولا B؟ تمام، اشوف الأعلى تركيز. هنلاقي الأعلى تركيز هو نيتريت الصوديوم. ليه؟ لأن موجودة هنا 2، يبقى عدد جزيئاته أكبر، يبقى تركيزه أكبر في النواتج. يبقى نيتريت الصوديوم هتبقى ايه؟ عشان ايه؟ هي اللي تركيزها أعلى. طب غاز الأكسجين هيبقى B، لأن هو تركيزه الأقل. 2 بيقول لي ما نسبة تركيز النواتج في نهاية التفاعل؟ طبعا تركيز النواتج في نهاية التفاعل بيكون 100%. السؤال اللي بعده يا دكاترة، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. يا ريت نكون بنحل قبل ما نشوف الإجابة. رقم 1 مركبات بطيئة في تفاعلاتها وتوجد على هيئة جزيئات غير قابلة للتفكك أثناء التفاعل الكيميائي. طبعا دي المركبات التساهمية. 2 كمية فيزيائية وحدة قياسها تكافئ جول على فولت. دي كانت الكمية الكهربية. ليه؟ لأن الكمية الكهربية كانت بتساوي الشغل على فرق الجهد.
الشغل على فرق الجهد. الشغل وحدة قياسه جول، فرق الجهد فولت، يبقى جول على فولت دي وحدة قياس الكمية الكهربية. 3. كيس قابل للانتفاخ يوجد في السيارات الحديثة كوسيلة أمان في المواقف الطارئة. دي طبعا الوسادة الهوائية. 4. تيار كهربي ينتج من تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية بواسطة الدينامو، ده التيار المتردد. التيار المتردد. 5. الخريطة الوراثية التي توضح المجموعة الكاملة للجينات الموجودة بالكروموسومات البشرية، ده الجينوم البشري. ندخل يا دكاترة على السؤال اللي بعده. بيقول لي ادرس الشكلين التاليين ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منهما. في الشكل رقم 1 بيقول لي اكتب الصيغة الكيميائية للمواد المشار إليها بالأرقام 1 و2 و3. أول حاجة CuSO4 حصل لها انحلال حراري. يحصل لها انحلال حراري تطلع لي ثالث أكسيد الكبريت وأكسيد النحاس، ده في أول معادلة. يبقى رقم 1 هتبقى أكسيد النحاس. تمام. المعادلة التانية Na زائد H2O، ده طبعا تفاعل إحلال بسيط، هتطلع لي NaOH والهيدروجين. تمام. يتفاعل CuO و H2، هيطلع معايا راصب أحمر اللي هو النحاس Cu، يبقى رقم 3 هتطلع معايا النحاس، ويتصاعد بخار الماء H2O. يبقى رقم 1 أكسيد النحاس، 2 الهيدروجين، 3 النحاس. 2. اذكر نوع التفاعل الكيميائي Y اللي هو التفاعل ده Na زائد H2O، ده طبعا تفاعل إحلال بسيط. إحلال بسيط اللي هو إحلال فلز محل هيدروجين الماء. السؤال التاني بيقول لي أوجد القوة الدافعة الكهربية للبطارية. أول حاجة لما يقول لي أوجد القوة الدافعة للبطارية، نشوف الأعمدة الكهربية موصلة على التوالي ولا التوازي. هنلاقي إن الأعمدة الكهربائية موصلة على التوالي. طب لما تتوصل الأعمدة الكهربائية على التوالي يبقى هنجمع، يبقى القوة الدافعة الكهربية تساوي ق1 زائد ق2 زائد ق3، يبقى هتبقى 2 زائد 2 زائد 2 هتطلع معانا ب6 فولت. كده احنا جبنا القوة الدافعة الكهربية للبطارية. بيقول لي في رقم 2 قراءة الأميتر. الأميتر يقيس شدة التيار، يعني هو طالب مني ت بتساوي ج على م. احنا لسه مطلعين ج طلعت ب6 فولت اللي هو فرق الجهد. المقاومة عندنا ب3 اوم، 6 على 3 هتساوي 2، ووحدة قياس شدة التيار أمبير. هتطلع معانا قراءة الأميتر ب2 أمبير.
ندخل على السؤال اللي بعده يا دكاترة. بيقول لي الشكل البياني المقابل. بيقول لي الهرمون الذي يسبب التغير في تركيز السكر في الدم من X إلى Y، من X إلى Y حصل ايه؟ زاد تركيز السكر. يعني ده المفروض المستوى الطبيعي، هو كان ماشي ونزل عند النقطة X، زاد تركيز السكر تاني عشان يوصل لنفس المستوى الطبيعي اللي كان عليه. ايه الهرمون اللي بيزيد تركيز السكر؟ تمام، هرمون الجلوكاجون. وبيقول لي وما الغدة المفرزة له؟ طبعا الغدة اللي بتفرز هرمون الجلوكاجون هي غدة البنكرياس. السؤال اللي بعده، استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. رقم 1، فولت على أمبير. فولت على أمبير وحدة قياس ايه؟ أول حاجة الفولت اللي هو فرق الجهد، على أمبير اللي هو شدة التيار. فرق الجهد على شدة التيار بيساوي المقاومة. المقاومة وحدة قياسها أوم، يبقى دي تكافئ أوم. تمام. طب كولوم على الثانية. كولوم على الثانية، كولوم اللي هي الكمية الكهربية على الثانية اللي هو الزمن. الكمية الكهربية على الزمن تساوي شدة التيار. شدة التيار وحدة قياسه أمبير، يبقى كولوم على الثانية تكافئ أمبير. تمام. طب فولت في الثانية على الكولوم. تمام. أول حاجة فولت اللي هو فرق الجهد في ثانية على كولوم، هو يساوي فرق الجهد في ثانية على كولوم بكام؟ كولوم على الثانية كان بأمبير. تمام. يبقى ثانية على كولوم، ثانية على كولوم بواحد على أمبير، يبقى فولت في واحد على أمبير هتساوي فولت على أمبير. فولت على أمبير، فولت على أمبير يعني فرق الجهد على شدة التيار هتساوي المقاومة وحدة قياسها أوم. تمام. يبقى احنا عندنا فولت على أمبير أوم. كولوم على الثانية يعني أمبير اللي هو وحدة قياس شدة التيار. فولت في ثانية على كولوم، فولت في ثانية على كولوم تكافئ أوم وحدة قياس المقاومة، وأوم اللي هو وحدة قياس المقاومة. يبقى كله ده يكافئ أوم، كله ده يكافئ أوم ما عدا، يبقى ما عدا كولوم على الثانية. كولوم على الثانية تكافئ أمبير وحدة قياس شدة التيار. والكلمة اللي تربط بين التلاتة دول هي وحدة قياس المقاومة. 2، الفولتميتر، الأميتر، الأمبير، الأوميتر. هنختار الأمبير. ليه هنختار الأمبير؟ الأمبير هو الوحيد وحدة القياس، كله دي أجهزة قياس. يبقى الكلمة اللي بتربط ما بينهم أجهزة تستخدم في القياس.
ندخل على السؤال التاني. في الشكل المقابل يتفاعل الخرسين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. جايب لي شوية خرسين عليهم حمض هيدروكلوريك. بيقول لي أول حاجة اكتب المعادلة الرمزية الموزونة الدالة على التفاعل الحادث. أول حاجة ZN اللي هو الخرسين زائد HCl، هيطلع معانا ايه النواتج؟ ZnCl2 زائد يتصاعد طبعا غاز الهيدروجين. نوزن المعادلة. هنا HCl ال H كانت بواحد طلعت باتنين، ال Cl كانت بواحد طلعت باتنين، يبقى نحط هنا اتنين وكده المعادلة اتوزنت معانا. اتنين بيقول لي ماذا يحدث عند استبدال الخرسين بالنحاس؟ نستبدل الخرسين بالنحاس Cu، ايه اللي هيحصل؟ طبعا لا يحدث تفاعل. ليه لا يحدث تفاعل؟ ببساطة لا يحدث تفاعل لأن النحاس يلي الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي، فمش هيقدر يحل محل الهيدروجين. السؤال اللي بعده بيقول لي صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. واحد، عند تلقيح نبات بازلاء أحمر الأزهار نقي، يعني R capital. أحمر الأزهار نقي يعني سائد نقي، مع نبات أبيض الأزهار يعني R small متنحي. ينتج نباتات جميعها صفراء الأزهار؟ لا طبعا، جميعها حمراء الأزهار. طب ليه حمراء الأزهار؟ احنا عندنا قاعدة بتقول متنحي مع سائد نقي 100% سائد غير نقي، يعني هجين. بمعنى أصح الناتج من R capital R small هيدينا R capital R small، ده الجيل كله هيبقى 100% النباتات اللي طالعة R capital R small. السؤال التاني في التفاعل CuO زائد الهيدروجين، طلع معانا Cu و H2O. بيقول لي يكون الهيدروجين عاملا مؤكسدا؟ لا طبعا. ليه؟ العامل عكس العملية. العامل المؤكسد هو اللي حصل له عملية اختزال. مين هنا اللي حصل له عملية اختزال؟ الCuO أكسيد النحاس. ليه؟ لأن تم الانتزاع الأكسجين منه، يبقى كده حصل له عملية اختزال، يبقى كده عامل عامل مؤكسد، يبقى CuO أكسيد النحاس. يبقى اللي حصل له عملية انتزاع أكسجين ده كده حصل له عملية اختزال. طالما حصل له عملية اختزال يبقى هو عامل مؤكسد. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لي عند تكوين الأمشاج في نبات تركيبه جيني T capital T small R capital R small، فإن الأمشاج التي تركيبها T capital R capital تكون نسبتها 75%. نشوف الأمشاج T capital T small R capital R small. نعتبر ان T capital 1 و T small 2، R capital 1 و R small 2. 1 مع 1 يبقى T R، 1 مع 2
يبقى T capital R small. 2 مع 1 يبقى T small R capital. 2 مع 2 يبقى T small R small. يبقى دي الأمشاج اللي عندي بنسبة 25%، 25%، 25%، 25%. كل مشيج عندي نسبته 25%. يبقى التي ار اللي هو كاتبها في السؤال عندي نسبتها كام في الأمشاج؟ تكون نسبتها 25%. يبقى التصحيح 25%. سؤال رقم 4 بيقول عند إضافة 2 جرام من عامل حفاز إلى تفاعل كيميائي فإن كتلة العامل الحفاز في نهاية التفاعل تساوي 1 جرام. لا طبعا. ليه؟ كتلة العامل الحفاز مش هتتأثر، مش هتتغير، يبقى هتفضل 2 جرام. السؤال اللي بعده بيقول لي وضح بالرسم كيفية توصيل 3 أعمدة كهربية القوة الدافعة الكهربية لكل عمود من العمودين الأول والثاني 1.5 فولت، وللعمود الثالث 3 فولت. يعني عندي عمودين من التلاتة القوة الدافعة الكهربية ليهم ب1.5، والعمود التالت القوة الدافعة ليه ب3 فولت. بيقول لي للحصول على بطارية القوة الدافعة الكهربية لها 6 فولت هنعمل ايه؟ هنوصلهم على التوالي. يبقى نوصل الأعمدة على التوالي. ادي اول عمود ب1.5، تاني عمود ب1.5، تالت عمود ب3، 1.5، 1.5 و3، نوصلهم ببعض. لما نيجي نجمعهم 1.5 و1.5 ب3، 3 و3 هتبقى 6 فولت. تمام. الطلب التاني نوصلهم نخليهم 4.5 فولت. اول حاجة هنوصل اول عمودين اللي هما ب1.5 و1.5 فولت، هنوصلهم على التوازي مع بعض، هنوصلهم على التوازي. وبعد كده هنوصلهم على التوالي بالعمود التالت اللي هو ب3 فولت. طب نتأكد من الكلام ده. عشان نتأكد هنجيب القوة الدافعة الكهربية للعمودين اللي على التوازي. القوة الدافعة الكهربية للعمودين على التوازي بتساوي القوة الدافعة الكهربية للعمود الواحد بتساوي 1.5 زائد على التوالي بقى مع العمود التالت ب3 فولت 1.5 زائد 3 ب4.5 فولت. أتمنى تكون الفكرة واضحة. السؤال اللي بعد كده عندنا أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. 1. أغلب العوامل المساعدة تزيد من سرعة التفاعل وتسمى العوامل الحفازة موجبة. 2. يوجد في معظم السيارات الحديثة محول حفزي. ليه؟ بيقول لي لمعالجة الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود قبل طردها، يبقى ده محول حفزي. 3. شحمة الأذن المتصلة من الصفات المندلية المتنحية في الإنسان. نكمل يا دكاترة وناخد السؤال اللي بعده. بيقول لي تزوج رجل من امرأة كلاهما قادر على لف اللسان،
فأنجب طفلا غير قادر على لف اللسان. فإذا علمت أن جين القدرة على لف اللسان يرمز له بالرمز R، اكتب التركيب الجيني للأبوين. أول حاجة، طالما الأبوين عندهم القدرة على لف اللسان وأنجب طفل عنده الصفة دي متنحية، يبقى أكيد الأبوين دول تركيبهم الجيني هجين. تمام. يعني ايه هجين؟ يعني تركيب الأب R capital R small، الأم R capital R small، الأمشاج R capital R small R capital R small، هينتج جيل R capital R capital R capital R small R capital R small R small R small R small R small. هو دوا الطفل الغير قادر على لف اللسان. دي الحالة الوحيدة اللي يبقى فيها الأب والأم قادرين على لف اللسان وعندهم طفل غير قادر على لف اللسان. يبقى التركيب الجيني للأبوين R capital R small R capital R small، الأب والأم. السؤال اللي بعده ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 1. يظهر الجين السائد أثره سواء كان مصحوبا بجين سائد أو متنحي. طبعا الكلام ده صح. 2. التيار الذي يغذي المنازل والمصانع تيار مستمر. طبعا الكلام ده غلط، تيار متردد. 3. يدخل عنصر الحديد في تركيب هرمون الثيروكسين. برضو الكلام ده غلط، عنصر اليود. 4. يسبب الزئبق تآكل الذهب عند تلامسهما معا لأنه أنشط منه كيميائيا. طبعا الكلام ده صح، الزئبق يسبب تآكل الذهب لأنه أنشط منه كيميائيا. نكمل وناخد آخر سؤال معانا في محافظة النهاردة يا دكاترة. السؤال بيقول لي الشكل المقابل يوضح الأعداد الناتجة عن تزاوج نباتي بازلاء كلاهما طويل الساق. تمام. بيقول لي اذكر التركيب الوراثي للآباء. هنا عندي 25 نبات بازلاء طويل الساق، بعد كده 50 نبات بازلاء طويل الساق هجين، بعد كده 25 نبات بازلاء قصير الساق نقي. يبقى عندي طويل الساق نقي، قصير الساق نقي، و50 طويل الساق هجين. الكلام ده ما يحصلش إلا لو كان التركيب الوراثي للآباء هجين، يعني تي كابيتال تي سمول. نشوف تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، ده الآباء. الأمشاج عندنا تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، هينتج عندنا تي كابيتال. الأجيال تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول. يبقى عندنا 50% طويل هجين و 25% طويل نقي و25%
قصير نقي. ده التزاوج ودي الأفراد اللي هتنتج عندي. طبعا الكلام ده يتفق مع الرسمة اللي هو جايبها لي. يبقى التركيب الوراثي للآباء T capital T small T capital T small، ده الآباء. 2. استخدم الرموز في التعبير عن هذا التزاوج. طبعا احنا عملنا التزاوج وطلعنا الأمشاج وطلعنا الجيل الناتج. عندنا آخر حاجة في الحصة سؤال الحصة. سؤال سهل خالص، بيقول تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية في الأعمدة والبطاريات، صح أو خطأ مع التصويب. أتمنى إننا نحل السؤال ده ونكتب الإجابة بتاعته مع التصحيح في التعليقات. وبكده نكون انتهينا من حصة المراجعة بتاعتنا. أتمنى التوفيق ليكم كلكم، وأشوفكم على خير السنة اللي جاية.